يا رب ارحمني بقى من الستات وتقاليع الستات. هي كيلوباترا راحت فين؟ راحت تشوف الطباخة. عرفت بقى يا كمال، شفت الجحيم اللي أنا عايش فيه. الله يكون في عونك، وبقولها لك من جوه قلبي. تفتكر إني كنت ببالغ لما وصفت لك مراتي؟ بالعكس، انت وصفتها بأقل من الواقع بكثير. إلا حكاية مرسى مطروح دي. حكاية مرسى مطروح دي بسيطة جنب الضفادع اللي بالتقلية. اسمع يا عمر، أنا عايز أساعدك. لا أنت ولا أجعص منك تقدر تساعدني طول ما هي متشعلقة في نظرية تناسخ الأرواح. اسمع يا عمر، بس أنا عندي فكرة. إيه هي؟ هقولك. ايه رأيك بقى يا هدى في الفكرة دي؟ والله هي فكرة مدهشة. مستعد تنفذها يا أستاذ عمر؟ أنا شخصيا مستعد قوي أنفذها، بس إيه؟ بس خايف أحسن الحكاية تتقلب بغم. من امبارح وأنا عمال أقنعه مفيش فايدة. لا 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 أبدا، مش جايز الفكرة البسيطة دي تنفع وتعيشوا مع بعض كويسين. طيب وإذا قلبت بغام؟ يا سيدي ما تخافش. هي راحت فين؟ نزلت مصر وزمانها جاية يا ستي. هي دي بتقعد في البيت أبدا؟ خلاص، أما تيجي اعمل اللي قلنا لك عليه. يظهر إنها جت. خلاص يا عمر زي ما اتفقنا. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أنا أسفة اللي سبتكم الصبح ونزلت مصر، كان عندي مشوار مهم جدا. العفو، خدي راحتك. احنا قعدنا نتشمس في الجنينة. ليه وعمر كان فين؟ أنا نزلت مصر أنا كمان وراكي على طول. أمال ما قلتليش ليه قبل ما أخرج؟ ما هو أصله ما كانش ناوي ينزل، جات له فكرة مروح مصر على غفلة. مش كده يا عمر؟ أيوه هو كده تمام. دي قلة ذوق منك يا عمر، نسيب الضيوف لوحدهم ونخرج إحنا الاتنين كده. الله، إيه اللي في اللفة دي؟ دي كتب كنت شاريها وأنا جاية. كتب إيه؟ بتبحث في تناسخ الأرواح. وحياتك يا عمر تناولني المقص أقطع الدبارة دي. مقص إيه؟ هو فين؟ في أوضة النوم. طب ما أنت جنب أوضة النوم أهو. أروح أنا معلش أجيبه، عن إذنكم لحظة. كويس قوي يا عمر، مدهش. ودلوقتي قبل ست كيلوباترا ما ترجع هنسيبكم لوحدكم. أيوة، علشان تبقوا على راحتكم. هنستناك في الجنينة. يلا يا هدى، شد حيلك يا أستاذ عمر، شد على الله، ادعوا لي. أنا جبت المقص أهو. الله، أمال فين الجماعة؟ نزلوا الجنينة. يا سلوى. عاوز حاجة يا عمر؟ أيوة، عاوز أقول لك حاجة. طب استنى لما أقص الدبارة وأطلع الكتب. لا، سيب الكتب دلوقتي وانتبهي لي أنا. حاضر. عاوز تقول إيه؟ أنا زرت الدكتور معتوق النهاردة. أيوة، النهاردة الصبح، وبمجرد ما قعد معايا 5 دقايق أقنعني نظرية تناسخ الأرواح. مدهش. وبعدين طلبت منه يبحث في الماضي بتاعي ويعرف مين أنا كنت مين زمان، زي ما فعل معاكي أنت ورمزية. عظيم. وقال لك إيه؟ قال لي مش هتصدقي. تعرفي قال لي إيه؟ قال لي إن كنت زمان كازانوفا. مدهش إزاي؟ مش كازانوفا ده كان راجل له مغامرات غرامية مع الستات كتير قوي. بتقول ايه؟ مغامرات غرامية؟ ايوه، كان حبيب. يعني ايه؟ ما تعرفيش يعني ايه حبيب؟ يعني راجل غاوي مغازلة الستات. الله يرحمه، كان يغازل كل ستات، صغيرة كبيرة وحشة حلوة، كلهم يغازلهم. يعني باختصار ما كانش له صنعة غير كده. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ايه، اسألي الدكتور معتوق، هو يقول لك. هو اللي قال لك كده؟ هو اللي قال لي كده طبعا. امال يعني عرفت منين؟ وقال لي كمان اني لازم احيط نفسي بالجو القديم. الجو القديم؟ طبعا عاوزني اعيش في جو كله ستات وحظ